السلام عليكم غزالات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير يا ربي. اليوم جيت نشارك معكم شوربه بالحوت والتشيشه، كتجي بنينه خطيره، يا سلام، تستحق تجربوها، كتجي بنينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناه مع تفعيل الجرس، وما تنساونيش من اللايك الا عجبكم الفيديو، وديروا لي شي كومونتير زوين باش تشجعوني. المهم هنايا في واحد الكاميله كندير شويه ديال الزيت نباتيه وشويه زيت الزيتون، كنضيف عليهم بصيله صغيره محكوكه، ومن بعد ما كتذوب ليا ديك البصيله كنزيد جوج مطيشات كبارين محكوكين، كنضيف معلقه ديال مطيشه الحك، وكنزيد هنايا شويه ديال الكرافس كيعطي واحد النسمه بنينه بزاف، جوج فصوصه ديال الثومه والقزبور والمعدنوس. كنكثروا شويه الكرافس والقزبور والمعدنوس باش كيعطينا واحد النكهه زوينه بزاف. المهم بالنسبه للعطريه كنضيف الملحه، الخرقوم بلدي والبزار فقط. ومن بعد ما كتعلك لنا ديك المطيشه كنزيد عليهم هنايا السيبيه اولا الكالامار مقطعين طروفه، الا ما كانتش متوفره ماشي ضروري نهائيا، غير الا كانت موجوده ديروها صافي. من بعد ما كتطيب لنا شي شويه ديك لاصوص ومع ديك السيبيه كنزيد عليها هنايا 6 المعالق ديال التشيشه، عطيتكم القياس اللي درت انا، كتعطي 3 زلايف كبارين. كنزيد هنايا قياس ديال الماء اللي غيطيب ليا ديك التشيشه صافي، وكنخلي هاد الشوربه هادي حتى كطيب مزيان على خاطرها. ومن بعد ملي كطيب وكنبغي نطفي عليها كنزيد عليها هذا استغفر الله كنزيد عليها الكروفيت. المهم انا راه شحال هذا ما سجلت لكم، ما بقيت حطيت حتى فيديو، قله تلفت على الهضره. كنزيد عليها الكروفيت وكنزيد معلقه ديال القشور ديال الكروفيت اللي وجدت معكم من قبل، كيعطي واحد النسمه لذيذه بزاف والريحه طالعه يا سلام. ما شهيتكم؟ نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنساونيش من لايك. السلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.